لي بذكرك يا ربي ضياء ينير القلب من تيه وذنب يشتت من سواد الحزن حال. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ما بعد. أجمل عبارة يحبها الناس كلمة تخفيضات. لماذا؟ لأن الإنسان يجد في هذا الشيء أكثر مما ينفق، فاسمعوا وتأملوا إلى هذا التخفيض العظيم، ليس من شركة دعائية أو تجارية، إنه من الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وذو العطاء الواسع. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة يوما: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. هنا الصحابة اندهشوا لهذا الأجر العظيم، قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. الذكر هو من العبادات التي لا ترتبط بأشياء وسوابق، على سبيل المثال لا ترتبط بزمن معين، خاصة الذكر المطلق، ولا نتحدث عن الذكر المقيد، ولا يحتاج إلى قبلة ولا إلى طهارة ولا إلى هيئة وكيفية معينة. يقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نحن نسمع عن حسرة الميت في قبره، نسمع عن حسرة أهل النار، نسمع عن حسرة المقصرين وأهل المعاصي يوم القيامة، فهل سمعتم عن حسرة أهل الجنة؟ تخيل أهل الجنة هم في الجنة قد زحزحوا من النار، رفعت الدرجات، أخذوا صحائفهم بأيمانهم، رغم هذا يتحسرون على شيء. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء يتحسر عليه أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها. أتدرون لماذا؟ يجيب على هذا الإمام الحسن البصري، قال: إذا انكشف غطاء ثواب الأعمال يوم القيامة، يرى الناس العاملين الذين عملوا الأعمال في الدنيا يروا أنه لا يوجد أعظم أجر من الذكر، عندئذ يتحسرون على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها، ويقولون: ليس أسهل علينا من الذكر. يعني أسهل شيء كنا نستطيع أن نمارسه في الدنيا هو الذكر. وإليك بعض أخبار من امتلأت أرصدتهم بالذكر والسعادة. فهذا معروف الكرخي كان لا يسكن شفتيه من الذكر. في يوم من الأيام ذهب إلى أحد الحلاقين فأراد أن يقص له شاربة، فقال له، وهو يعني يذكر الله أثناء الحلاقة، قال له: يا معروف سكن شفتيك حتى أقص شاربيك. فقال: أنت تعمل وأنا أعمل. وهذا خليد العصري كان إذا صلى الفجر وطلعت الشمس يغلق على نفسه الأبواب ثم يقول: مرحبا بملائكة الرحمن لأرينكم اليوم مني خيرا، ثم يقول: اكتبوا، ويقول: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى على هذا الحال إما أن تغلبه عيناه أو يخرج إلى مصلاه لصلاة الظهر. وهذا أبو الحسن الداودي كان لا يسكن شفتيه من ذكر الله عز وجل. في يوم من الأيام ذهب إلى أحد الحجامين فقال له هذا الحجام: سكن شفتيك. قال له: قل للزمن يسكن حتى أسكن، أي أنه ما زال العمر يمضي مني فلا بد أن أملأه بالذكر والتسبيح والارتباط بالله عز وجل. وهذا داود ابن أبي هند كان يجمع الفتيان ويقول لهم: أخبركم شيء لعله ينفعكم. فيقولون: ما هو؟ قال: كنت وأنا صغير أقول حينما أخرج إلى السوق، من البيت إلى السوق، أقول في نفسي حتى أصل إلى السوق أقول الحمد لله، فيمكث في الطريق ويقول الحمد لله. فإذا عدت إلى البيت أقول سأقول سبحان الله، فما زال يقول سبحان الله حتى يعود من السوق إلى البيت، وهكذا. فما أجمل أن نرتبط بالله عز وجل هذا الارتباط الوثيق
بهذا الرصيد الذي يسعد من يشحن قلبه بالذكر. ونحن في طريقنا إلى الدوام، إلى الجامعة، ونحن في الطابور، ونحن في قاعة الانتظار وإلى آخره، أن نملأ أرصدتنا برصيد السعادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا، وأن يجعلنا من المحبين له ومن من أحبهم الله عز وجل. تيه وذنبي يشتت من سواد الحزن حتى يعيد القلب حيا بعد كر